بعد انتشار هذه الخيام على مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الخيام تنسب لبني أمية مش لبني معروف. فورا الخيام على الحرق وهن على أرجل البيوت. هذه الخيام لبني أمية مش لبني معروف ودروز. مشهدك وانت عم تحطم خيام المهجرين ما بيورجي لا قوة ولا رجولة، بس بيورجي قديش ممكن للإنسان انه يفقد إنسانيته لما يمرض بالطائفية والغرور. الخيم يلي حطمتها بإيدك هي مو خيم لبني أمية مثل ما ذكرت، هي خيم لناس ضعفاء تهجرت من بيوتها بسبب الحرب يلي انت ومن وراك كنتوا جزء منها. المؤلم مو هي الخيم يلي مزقها بإيده، المؤلم هي العقول يلي عم تمزق البلد وتزرع الفتنة بين أبناء البلد الواحد. أنت عم تحكي عن بني معروف وكأنك وصى عليهم، بس الحقيقة بتقول إنكم أنتوا سبب إنه وصلتوا أهل الجبل لحتى يناموا بالعراء. الكرامة مش إنك تسب وتكسر خيم الجياع، الكرامة إنك تمد إيدك للمظلوم وتساعده، مش تزيده وجع فوق وجعه. يلي بده يعرف مين الشريف يطلع على اللي عم يبني مو على اللي عم يهدم، ويطلع على اللي عم يجمع الناس مو على اللي عم يفرقهم. بني معروف كانوا وما زالوا أهل نخوة وكرامة وما نن أدوات للفتنة، ويلي بده يحكي باسمهم بهي الطريقة ما بيمثلهم، بالعكس عم يسيء لإلهم. حياكم الله.